السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرة أخرى تيخرج لنا شنقريحة حاكم دويرة العسكر وتحضر لمناورات ب 12 عربة تايجر وست مدرعات بي ام بي 2 الخردة. في اللقطة الأولى تظهر لنا عربة تويوتا قادمة وعسكر شنقريحة كيتيري فيها، ثم كيبدا فيما يحاكي مسلحين كينقزوا منها. حسب ما هو واضح محاكاة يتعرض فيها موقع عسكري لهجوم من سيارة فيها 4 مسلحين فقط. وفي تمثيل مضحك المسلحين يتجهون مباشرة لمصادر إطلاق النار كأهداف سهلة باش يضربوهم جنود بدون أي إشكال. ومن الواضح أن عملية المحاكاة كلها عبارة عن سيناريو غبي من إخراج تلميذ كسول واستعراض فارغ ليس له أي معنى. ثم فجأة كيظهر الجنود يخرجون مهرولين يطلقون النار بشكل عشوائي بدون أي معنى. وفجأة تتقدم عربات وكأنها في سباق لاستهداف كتبان رملية كما العادة، وإلى جانبها المدرعات الخردة البي ام بي 2. ومن اللقطات كتظن أنه سباق دبابات وليس تمرين عسكري. ما زالت العقلية العسكرية القديمة التي عندهم كتظن أن السرعة هي أساس أي هجوم بري بمدرعات أو دبابات، مع أنه في الواقع مجرد أهداف تدريبية لقوات الجيش المغربي. كما العادة المخرج يبدأ في التركيز على عملية إطلاق النار العشوائية على كتبان رملية. الخيش الوطني العشبي دائما كيدير مناورات مع راسو بحيث لا يطور من أساليبه التكتيكية والهجومية، وفي الواقع ولا جيش كيهتم بالتدريب معهم أو في تبادل الخبرات والتجارب لأنهم بلا خبرة وبلا تجربة من أساسه. ومرة المخرج كيورينا كمامر الكابرانات. ثم في الأخير كتظهر لنا القوات الخاصة ديال جوميا التي لم ترعب أحد وما كتشاركش لا في مناورات دولية ولم تتلقى شي تدريب حقيقي عند دول وازنة في المجال. وحسب ما فهمت أنهم هاجموا موقع ديال الإرهابيين اللي هاجموهم في الأول، وهنا كنلاحظوا أنهم خدموا كونتينرات بحال البيوت. ونرجع ونقول لهم أنه كون عندكم الخبرة وكون أنكم تبادلتوا التجارب مع الدول الأخرى غادي تعرفوا أن الناس طوروا مبقاوش يديروا كونتينرات، بل كيقادوا بحال البيوت بالخشب بدون سقف باش يتدربوا فيها على طرق الاقتحام من الأماكن المغلقة لتحاكي منازل حقيقية. لو كان شي هجوم حقيقي على موقع مسلحين أكيد سيفشل، لأن التكتيكات المتبعة بدائية وما عندها حتى شي معنى. وحتى الأسلحة اللي هازين لا تليق بالقوات الخاصة، فالكلاشينكوف ماشي سلاح للقوات الخاصة، وظيف ما فيه حتى شي تجهيز بحال السكوبات على الأقل. ولن تحقق أي فائدة وانت كتير على خنشة فيها ليسانس باش تشعل فيها العافية. إجمالا ما عمري شفت شي مناورات لميليشيا الخيش الوطني العشبي كتحمر الوجه. الركاكة والتكرار والغباء التكتيكي ما عمرهم يتعلموا مادام كيناوروا غير مع راسهم حياتهم كاملة. شكرا لكم على المشاهدة، دمتم في رعاية الله.